المتحف المصري الكبير. في شغل وذكاء كده ورا افتتاح المتحف المصري الكبير مش هتتخيله. اولها شكل الدعوه اللي بيقال انها اتبعتت لكل رؤساء وملوك العالم. بص على شكل الدعوه، متقنه التفاصيل وتحس انها حته اثار مش شكل دعوه عاديه. احنا عملنا موكب المومياوات قبل كده وبهر العالم، لازم نعلي عليه. طب نعلي بايه؟ اول مره من وقت اكتشاف مقبره توت عنخ امون هيتم بالكامل عرض كل كنوزه في المتحف المصري الكبير، وده طبيعي جدا. ده متحف مساحته 490 ألف متر مربع، وده اللي خلى افتتاحه يتأجل كتير، فهو تقريبا خد أكتر من 17 سنة. خد بقى التقيلة دي، من قبل ما يفتتح واخد 8 شهادات ايزو و5 جوائز عالمية. الجوائز دي منها فيرساي ويونسكو، وجائزة المشروع الأفضل لعام 2024. المتحف خد الجائزة دي وهو مقفول، أنت مدرك؟ متحف بيحتوي على 57 ألف قطعة أثرية. أنت شكلك مش متخيل الرقم. انت لو وقفت قدام كل قطعه دقيقه هتخلص المتحف في 40 يوم. وزي ما قلت لك الافتتاح ده ذكي، لانه بالحدث الضخم اللي عمله ده حول منطقه نزله السمان للاقصر واسوان. انت ممكن تفتكرني مبالغ، خش على تطبيق اير بي ام بي وعد شقق نزله السمان اللي عليه وشوف شكل السياحه هيتنشط ازاي. لو في اي حاجه تانية مبهره تعرفها عن المتحف المصري الكبير غير انك هتاخد اجازه يوم 1 نوفمبر سيبها لي في الكومنتات.